الطب جامعه القاهره. لا خلوني الاول بقى اول فقره معانا عن الحساسيه، ارحب بضيفي الموجود معانا في الاستوديو الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. طولت عليك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيكم. كل سنه وانت طيب. طبعا احنا طيبين في شهر جميعا. شعبان، يعني ايام جميله مباركه. اللهم بلغنا رمضان. يا رب، امين يا رب. دكتور مجدي، طبعا يعني الحساسيه، يعني اليومين دول ما احنا طول عمرنا بيبقى فيه تراب. ايه اللي جد في التراب دلوقتي؟ الجو اول ما بيقلب كل الكبار والصغيرين بيجي لهم حساسيه في الصدر، والصدر ده بيقفل تماما. بس مش بس احنا، العالم كله يعاني مما يسمى الاحتباس الحراري. نعم. ولو انت فاكره يعني زمان ايام الجيل بتاعنا والاجيال السابقه دي، كان في الحراره مختلفه خالص عن دلوقتي. نعم. دلوقتي في ارتفاع في درجه الحراره. دلوقتي عندنا حوالي 1,000,000 جهاز تكييف في البلد، فالاجهزه التكييف دي كلها الناس بتستخدمها استخدام عشوائي. نعم. يعني ممكن مثلا ما عندوش صيانه، فالجهاز ده بيطلع حراره مش مظبوط. نعم. الجهاز بيطلع حراره ولكن في هواء، الهواء ده ملوث بفطريات كتيره جدا. نعم. وتلاقي عمال يبخ هواء، والهواء ده فيه فطريات واتربه، والناس عماله تستنشق ويجي لها مشاكل من التكييف نفسه، بكتيريا وميكروبات. أيوه. يبقى اول حاجه لازم يكون الجهاز ده فيه صيانه. يبقى لو في تكييف في البيت لازم صيانة. الجهاز يبقى ليه صيانه، لان الكمبريسور اصلا بتاع التكييف بيبقى بره البيت، يعني على الشباك. مليان. فطبعا بقى يعني حشرات وطيور وكل شيء واتربه وكل حاجه. اضافه كمان اللي هو الستاره اللي بيحطوها او الفلتر ده اللي جواني الداخلي ده بيبقى عليه كميات كبيره جدا من الاتربه اسبوعيا. فلازم احنا نجيب حد ينظف ونتعلم ازاي ننظف. يعني احنا لازم ننظف تكييف اسبوعي مش شهري مثلا، او كل 3 4 شهور. كميه التراب بتاعتنا دي كان زمان بيقولوا كل شهر او كل موسم. دلوقتي كل يوم. دلوقتي كل يوم فعلا، كل يوم. أيوة. كل يوم هتلاقي. نعم. ولو انت بتاخدي بالك هتلاقي لو شويه هتلاقي في تراب فعلا بينزل، ممكن عفار وكل حاجه بتنزل. أيوة. بالتكييف، فاصبح خطوره دلوقتي. الحاجه الثانيه ان احنا الناس مش فاهمه الحراره المناسبه ايه في اوضه النوم. احنا يا دكتور احيانا الحراره كام بتخليها؟ بنوفر الكهرباء، بنخلي حراره التكييف كام؟ يعني الاول ابتدي 18، وبعد كده لما الاقي الاوضه سقعت شويه ابتدي اعمله على 22 مثلا، 20 22. انا بنصح 24 25 18 19 لا خالص. لا لان انت 18 انت عندك تكييف مركزي مثلا في البيت او الفيلا مثلا. لا ما فيش. يعني كل مكان. طب انا هروح الحمام سخن، صح. وهتروح المطبخ سخن، والسلم سخن، والاسانسير والصاله والبلكونه. صح. فمش هقدر انا اخلي كل المكان اللي انا قاعد فيه درجه الحراره اللي احنا بنتكلم عليه. خليها 24 25 عشان لما اخرج بره الصاله ما اخدش لفحه برد وهكذا. أيوه. ويبقى يحصل مشاكل. دي واحده. الحاجه الثانيه يبقى كمان درجه حراره التكييف تبقى موحده. يعني ما ينفعش يبقى ساقع قوي، الاوضه ساقعه جدا. لا ده خطر كبير. الاطفال ساعات بيلعبوا يخليه 17 طفل عمال يلعب. نعم. والدنيا ساعه، طب يطلع بره راح الحمام فيحصل انتكاسه. فعلا. في الناس اللي عندها بقى حساسيات هم دول اللي بيتعبوا اكيد. الناس اللي قاعدين ما بيحصلش. بس احنا ممكن اكتر، احنا اللي هو الناس اللي عندها حساسيه، ودول مش شويه، يعني مثلا 10% حساسيه الصدر و20% حساسيه انف. نعم. دول بيبقى عندهم استعداد ان هم يجي لهم انتكاسات.